حكاية قديس وشهيد، عارفين يوم الأربع من البصخة المقدسة حصل فيه حاجتين عكس بعض، واحدة اشترت محبة السيد المسيح وواحد باع السيد المسيح. اللي اشترت محبة السيد المسيح كانت مريم أخت العازر، اللي لما كان السيد المسيح مجتمع هو والتلاميذ ومعاهم العازر أخوها وكانوا قاعدين متكئين على العشاء، دخلت مريم وسكبت على رجلين السيد المسيح إزازة قارورة من الطيب غالي جدا الثمن. وفي الوقت ده يهوذا اتضايق إن إزاي تسكب إزازة طيب غالي قوي كده على رجلين السيد المسيح، ما كانت جابت تمنها ووضعته في الصندوق، وكان من كده إنه إحنا عطينا الفقراء والمحتاجين. هنا يهوذا ما كانش باصص للفقراء والمحتاجين، حتى السيد المسيح قال له الفقراء والمحتاجين معاك على طول لكن أنا مش معاكم على طول. وهنا يهوذا كان يقصد إن هي تحط المبلغ في الصندوق، لأن يهوذا كان هو اللي ماسك الصندوق وكان بيسرقه. لتاني حاجة حصلت العكس وكانت حاجة مش كويسة خالص، إن يهوذا باع السيد المسيح ب30 من الفضة لرؤساء الكهنة. وهنا كانت الحاجة دي مش كويسة، لأن يهوذا كان مع السيد المسيح وكان شايف السيد المسيح والمعجزات الجميلة اللي بيعملها، ومع ذلك باع السيد المسيح. وده كان الفرق بين يهوذا الخاين وبين مريم اللي هي سكبت الطيب على رجلين السيد المسيح. وبركة الأيام المقدسة تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.